مشاهدينا الكرام، تحية لكم الكل وين ما كنتوا. تحية وطن معزة بالمحبة. مرحبا بكم في هذا الموعد الاستثنائي من برنامجنا تونس اليوم، وحلقة استثنائية. ما زالت البلاد واقعة تحت صدمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي، حتى تنضاف إليها صدمة أخرى أشد فظاعة تمثلت في مقتل 8 جنود بالرصاص وذبح 5 منهم والتنكيل أيضا بجثثهم. ولكن المعتدين استولوا أيضا على البدلات العسكرية بأكملها للجنود وأسلحتهم وهواتفهم الخاصة. نترحم على شهداء الوطن الذين فدوا أرواحهم في سبيل وطننا، في سبيل تونس الحبيبة. الأدهى والأمر أن هذه الفعلة الشنيعة تطرح أمامنا جميعا عددا كبيرا من الأسئلة: من الذي فعل بنا هذا، ولماذا، ومن يستهدف بهذه العملية، وهل يستهدف البلاد بأكملها أيضا، هل يستهدف الحكومة، هل يستهدف هنا الجيش، من يستهدف بالتحديد، هل يستهدف الثورة التونسية والمسار الانتقالي في تونس؟ كل هذه الأسئلة باش نحاولوا اليوم نتعرفوا عليها، نحاولوا ناخذوا وجهات نظر، ربما بعض التحاليل من بعض رجال السياسة الحاضرين معنا اليوم والحقوقيين أيضا. اليوم نبدأ بترحيبنا بكل من السيد بشير السيد، رئيس حركة مرابطون وعميد سابق للمحامين. سي بشير مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا، نحييكم ونحيي قناتكم. نعم، شكرا لك سي بشير. ايضا نرحبوا اليوم بسي علي بن رمضان، امين عام حزب العمل التونسي. مرحبا سي علي. اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك. رحبوا زاد كيف بسي محمد الهادي العوني، القيادي وعضو مكتب تنفيذي لحزب النور للديمقراطيه والتنميه. سي محمد الهادي مرحبا. ورحبوا ايضا بسي الاستاذ فريد نصري، محامي وعضو الهيئه العليا لحقوق الانسان. امين. سي محمد الهادي وسي فريد نصري مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل طاقم قناه الجنوبيه. نعم، شكرا لكم. اليوم باش نحاولوا نعرفوا ايضا بعض المواقف نتاع الاحزاب فيما يخص العمليات هذه، والعمليه الشنيعه، العمليه البشعه اللي استهدفت الجنود نتاعنا، جنود تونس في اللي ضحوا بارواحهم في سبيل الوطن. باش نبداو بيك لهنا سي علي بن رمضان كامين عام حزب العمل، ومن بعد ناخذوا كل الاراء فيما يخص العمليه هذه اللي استهدفت جيوش تونس، وانت كنقابي وايضا امين سابق للاتحاد العام التونسي للشغل. تفضل. بالفعل كما سبقت وقدمت الموضوع، فالجريمة هذه، الشنعة هذه، وقع صدمة كبيرة في التوانسة الكل. حصت البارح ولا واحد كان يتوقعها، معناها بعد معناها اغتيال الشهيد محمد البراهمي. لكن الطريقة اللي تمت بها والمكان والزمان معناها بالفعل محير. معناها أول حاجة مدة توا والشعامبي والناس تتساءل على الشعامبي وما صار في الشعامبي، وتحسمت ولا وطلع علينا الجنرال السابق رشيد عمار، وعلى اساس فهمنا كأنها منتهيه العمليه. نعم. وما قالوا الوزير الاول مؤخرا زاد كذلك، فكن نوعا ما معناها فما اطمئنان لنا قضيه الشعامبي وكانها منتهيه. هذا اللي صاير في الراي العام. لكن نعم. بعد الاحتقان الاخير وبعد معناها المنزلقات اللي اخذتها البلاد ولا التجاذبات السياسيه والمأزق اللي دخلت فيه البلاد، معناها فاجأنا البارح وتصدمنا في الجريمه الشنعه هذه، الارهاب الاعمى معناها اللي طال جنودنا اللي مرابطين في الشعامبي. وهذا خلى كثير من اسئله معناها محيره الراي العام. الناس كل ندت، كل الاحزاب، كل المنظمات، هذا طبيعي باش يندوا بجريمه نكراها. لكن المهم هو كيفاش نحافظوا على بلادنا، كيفاش نتجاوزوا معناها الازمه هذه الحاليه اللي تمر بها البلاد، اذا بالفعل نحطوا المصلحه العليا للبلاد فوق الاعتبارات الكل بالمجد، ونحبوا تونس قبل ما نحبوا احزابنا، قبل ما نخموا في الرابح والخاسر من العمليه السياسيه. توا المهم الجيش متاعنا هو الستار الاحمر اللي ما يلزمش معناها يتجاوزوا. هذاك علاش تو يلزمنا كلنا ومع بعضنا كل القوى الحزبيه والجمعياتيه والمنظمات يد في اليد لتجاوز هالمحنه هذه اللي حلت بالبلاد، ونقيموا المراحل الكل. الحقيقه الجيش متاعنا مرتاحش من 14 جانفي
الجيش نتاعنا معناها البرة، والجيش ما هوش كالأمن معناها دوره في الثاكنات وحدود البلاد، لكن المدة هذه الكل والأرصدة الكل والإعلام اللي صاير الكل حول ما جد في 14 جانفي اللي ما زال حتى ما توضحش، واستقالة يعني عديد النقاط تخلي فم إرباك سواء في المؤسسة الأمنية ولا العسكرية ولا في الرأي العام، مع التجاذبات هذه اللي قاعدة تصير الكل في الساحة السياسية، وهذا يلزم حديث طويل توا نرجعوا له. نعم. يخلي التوانسة يلزمهم يفيقوا على روحهم شوية، يفيقوا بالفعل معناها، ويحطوا وراهم معناها المشاكل الكبيرة هذه اللي مش متعودين بها. اخي احنا التوانسة وقتاش بدنا نعملوا في السياسة النخبة، شوف النخبة بيدها معناها وحل النخبة معناها كنا مراقين، هذا واقع. هذه النخبة مالك الرأي العام يا سيدي، الرأي العام راهو التوانسة معناها يحب الخبز ويحب المعيشة نتاعه ويحب الهدوء ويحب الرياضة ويحب ما عنده ما زال ما هوش متهيئ إلى مثل معناها هالصراعات السياسية الكبيرة، وكذا لأن بعض الناس تحب تفرضهم عليهم وتزج بهم في للشارع إلى غير ذلك. نعم. ما زلنا ماناش قادرين نقولوها باش نهبطوا للشارع وباش يجي الشارع ونأثروا الشارع، حتى الأرضية ما زالت ما هياش العمل السياسي الهادي والهادف توا هو اللي يفرض علينا تو. نعم. باش إذا نحبوا نخرجوا بلادنا ونحافظوا على مؤسساتنا ونحافظوا على المكاسب نتاعها. هذاك علاش الضربة نتاع البارح ضربة موجعة لجيشنا معناها، وفما شوية ولا وبدا فما خوف في البلاد. التصريحات الاخرانيه هذه اخرها وزير الداخليه. نعم، تو نحكيو باكثر تفاصيل سي علي. نعم، في التصريحات الاخيره والمواقف الاخيره لاعضاء الحكومه وايضا الاحزاب المعارضه، شنو هي مواقفهم؟ سي فريد، لهناك هيئه عليا لحقوق الانسان كيفاش تفاعلت مع الحدث هذا، وخاصه انه تم التنكيل ب5 جثث للجنود التوانسه نتاعنا بعد قتلهم؟ اول ما نبدا نترحم على شهداء تونس، على أبناء تونس، على جنود تونس، على حماة تونس، لأنه يعني عندما نتحدث عن الجيش نتحدث عن حماة البلد. أي كيان، أي دولة يحميها رجالها، ونحن معناها يحمي فينا الجند متاعنا. إذا نهار اللي تمس أي جندي، أي فرد من الجيش التونسي، فإن الدولة التونسية تمس في مقتل. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. الشهادة بالحق. نحن اليوم في حداد، نحن نحس معناها مرارة في الحلق. ما زلنا في حداد على الشهيد البطل محمد البراهمي، ما كملناش الحداد متاعنا، ما نزعناش سواد لنصاب في مقتل في أعز حاجة معناها تفتخر بها تونس، وهو أبنائها الجند متاعها. وعندما نتحدث عن الجيش، عن الجنود، فإنه نحن وقت نرقدوا، وقت نرتاحوا، وقت نفرحوا، وقت نمشيوا للشواطئ، وقت نمشيوا للملاهي، وقت نمشيوا لأي أماكن نرقدوا مطمئنين. هناك ناس تحمي فينا على الحدود، تحمي في حدود الوطن، تحمي في أملاكنا، تحمي في متاعنا، تحمي في دولتنا، تحمي في حدودنا من كل تدخل، من كل ما يمكن أن يمس بلادنا. على هذا نقول أنه نحن اليوم في حداد. كحقوقي ومعناها منتمي إلى العائلة الحقوقية الكبرى، مش تحبني نقول اليوم باش نقول أنه الندد ما يعاش يكفي التنديد. بالنسبة لي أبسط شيء هو التنديد بما يحدث. أنا اليوم ما نحبش نندد، نحب نفهم. فرق بين التنديد وبين الفهم. نعم. من يقوم بهذه الأفعال الشنيعة اليوم؟ أنه الإرهاب صحيح، عندما نرفع شعار أنه الإرهاب لا وطن له، لا لون له، لا قلب له، لا مشاعر له، لا فؤاد له. الإرهاب ما عندوش وطن، الإرهاب هجين. وما حدث في تونس اليوم هي عملية شنيعة، عملية جبانة، لأنه الإنسان اللي يترصد الإنسان بالغدر ويترصد جيشنا بالغدر معناها ما نجم نقوله كأنه كان خيانة. اليوم كحقوقي ايش نجم نقول؟ أترحم على أبناء وطننا، لكن هذا الترحم ما يكفيش كما قلت، تنديد ما يكفيش. اليوم نقطة استفهام، وقفة نقف جميعا قبل أن نبني للمستقبل، نفهم حاضرنا اليوم ايش قاعد يصير اليوم في تونس.
اليوم تونس باش تولي لبنان 74 و75. نعم. ما كانش عندنا هذا جديد. نحن عندما نرجع للأحداث صحيح سقط أبناء وطننا، سقطوا في الحركة الوطنية، جاءوا بعدها في الحركة الوسفية، في 78 نقابيين والشعب التونسي اختلطت دماء نقابيين بأبناء الشعب التونسي، في 78 في 84 قبلها في 80 ماتوا جنود عندنا في قفصة معنى إثر تدخل خارجي، لكن فاهمينه اللعبة الكل كانت مفهومة. اليوم ما هيش مفهومة، وهذا الفرق. اليوم فما غموض كبير، غموض وغموض كبير. أيا كانت هذه اليد التي تمس الجيش التونسي، أيا كانت هذه اليد الإرهابية التي تمس أحد أبناء تونس، ما نجم نقولوا إلا أنه ندينوا هالشيء هذايا. نعم، شكرا لك. شكرا لك سي فريد. نتعداول هنا سي بشير، شنو هو موقفكم كحركة مرابطون؟ تنديد ولا حتى أكثر من تنديد؟ قلنا على موقفكم خاصة بعد أنه دم الشهيد محمد البراهمي كيف ما كان يحكي أستاذ فريد مازال أخضر، مازال ما جاش. تفضل. في الحقيقة لا شك أن كل منا العائلات التونسية كلها والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين كلهم ينددون، كلنا نندد باغتيال الشهيد محمد البراهمي، ونندد باغتيال أيضا مجموعة من جنودنا. والحقيقة هو مش كان المجموعة هذه، يعني أنا سبق يعني طربقت عليهم ألغام يعني عديدة، لكن أنا نريد أن نضع الموضوع في إطارين أو في فرعين. الفرع الأول هذا كله ينبغي أن يفهمه الجميع، وهو هناك إطار إرهاب دخل إلى تونس وعلاماته منذ مدة، يعني منذ 14 جان في 2011 تقريبا، لأن وقعت عملية في بير علي بن خليفة، وقعت عملية في الروحية، اكتشفت عديد من الأسلحة بالبلاد التونسية، مخازن كبيرة، وقع اغتيال الشيخ القلال، ثم بعد مشكلة نقض اللي في تطاوين، ثم اغتيال الشهيد شكري بالعيد، ثم اغتيال الشهيد محمد البراهمي. يعني فما تسلسل كلهم مربوطين ببعضهم. لحظة، يعني هذا ماذا يستخلص منه؟ لا شك أنه يستخلص منه أن هناك عمليات، هناك نسق إرهابي دخل إلى بلادنا التونسية بكل أسف، هذا لا شك فيه. وهنا أريد أن نوضح أنه ليس هذا خاص بتونس كما يعتقد البعض، إنما الإرهاب موجود في مالي، موجود في سوريا، موجود في عديد البلدان، توجد الآن وحل بكل أسف في تونس. ولذلك العمليات اللي وقعت في تونس الإرهابية، الاستشهاد واللي تسلطت على الجنود والأسلحة، كلها هي في الحقيقة تندرج في أن هناك إرهاب عالمي منظم مع بعضه يوجد في سوريا، يوجد في مالي، وأصبح الآن بكل أسف يوجد في تونس. هذا لحد الآن بكل أسف النظام المؤقت حكومة ورئاسة ومجلس تأسيسي لم يدركوا لحد الآن بكل أسف هذا، ولم يبرهنوا على مقاومته بكل أسف. لأن الشباب اللي يمشي قاتل الآن في سوريا ما هو يعمل في الإرهاب غادي، ما هو شباب تونسي، شباب تونسي يقاتل. لم تتخذ معناها الحكومة التونسية أي وسيلة منع أو وسيلة احتياط إلى ذلك. نبهنا كتبة الصحافة التونسية، كثير من القوى السياسية نبهت إلى هذه المشكلة، ولكن لا حياة لمن تنادي بكل أسف. هذا يلزم التركيز على نقطتين. النقطة الأولى، هذا يقول من فعل هذا فعله الإرهاب، إرهاب منظم لا شك في ذلك من جهة، كما أنه من جهة أخرى هذا الإرهاب لا معناه إرهاب عالمي في الحقيقة، موجود في عديد من وموجود على الخصوص وتوجد وتركز إلى أن يقع في العراق وليقع في سوريا، كله هذه هي عمليات إرهابية مرتبطة ببعضها. وهذا بكل أسف السياسيون التونسيون لم يدركوا هذا بكل أسف، ولم في بالهم كان شوية عمليات في تونس، لا،
والآن بكل أسف السلطة لم تكن من الناحية الأمنية في المستوى المطلوب، لأنها لم تتصدى إلى هذه الظاهرة الخطيرة. إيش معناها؟ إيش معناها وقع الاغتيال الأول والثاني والثالث والرابع، والجنود ما قالوا لنا احنا منذ 4 أشهر راهو الجيش وقوات الأمن قاعدة تطوق في الشعامبي وقاعدة تبحث وترصد وإلى غيره. إيش بيهم لحد الآن؟ يعني هناك إشكالية خطيرة جدا. شنو الأسباب؟ معناها شنو؟ الجيش التونسي عاجز، ما عطوش الأوامر باش يحسم هالمشكلة هذه وهالمعركة. نعم. معناها ثم شيء غير طبيعي. واضح. ثم هناك اختراق، يعني تأويلات عديدة، ولكن اللي هي تجمع على أن هناك فشل ذريع للسلطة الحاكمة على مستوى الجيش وعلى مستوى معناها نعم. قوات قبل ما الأمن. نوصل هل سامحني، نعم، هل ترى السلطة العليا معناها ما عطتش الأوامر باش الجيش والقوات الأمن باش يقضوا على الإرهاب في الشعامبي، وإلا الجيش ليس له إمكانيات تقنية وغير ذلك، ولا شنو المشكل يعني؟ نعم. ايش معناها تو احنا ندرى منذ 4 أشهر وقالوا والله العملية هاي منتهية، كل مرة يكتشفوا حاجة وكل مرة يكتشفوا سلاح وكل مرة ولا تو السيارات نتاع أمن فجروها وين ماشيين؟ ايش قاعدة تعمل السلطة هذه؟ مش عارف. نعم. يعني الآن عجزت نهائيا عن القيام بالدور الأمني، والآن أصبح نعم. المواطن وأصبح القوى كلها معناها البلاد كلها مهددة. احنا لابد نحيي جيشنا بيتي بشير. نحاولوا ناخذوا أمنا، ولكن في أكثر التفاصيل بزلت لابد أن يوضح حد، ولابد كل القوى الوطنية معناها تتجمع جهودها وتقاوم هالظاهرة هذه اللي موجودين في الحكم واللي غير في الحكم. يعطيك صحة سي بشير. سي محمد الهادي العوني كقيادي في الحزب النور للديمقراطية والتنمية، حسب رأيك أنت العملية الأخيرة النكراء والبشعة في جبل إشعامبي شكون تستهدف بالضبط؟ تستهدف لهنا الدولة ولا فما حاجة أخرى تستهدفها بالضبط، ولا حزب معين ولا حركة معينة ولا مسار بك أكمله في تونس؟ بادئ إذ بدأ نقدم التعازي لوطني الحبيب، وطني المكلوم الحزين. البارحة كل تونسي وكل تونسية بات الشعب التونسي عيونه دامعة وقلوبه حزينة، لأن الضربة مؤلمة ومؤلمة جدا. لقد بلغ السيل الزباء هذه المرة، يعني كل مرة تجينا فاجعة، والفاجعة هذه جاءتنا في عز ما نملك، في الجيش اللي هو قوام دولة، نقولوا دولة نقولوا جيش. نعم. ردا على سؤالك، البارحة أنا توهمت أو قولي حلمت أن أرى المجلس التأسيسي وتبخرت هذه الخلافات واجتمع الكل وهبت شعب وسياسيين وأحزاب وجمعيات. دعونا من هذا التراشق بالتهم وهيا نرى مصيرنا، لأننا في منزلق خطير وخطير جدا. تذكروا جيدا كما قال أخي، تذكروا لبنان، تذكروا الجزائر. نعم. فاليوم نحن تقريبا بدأنا نمر عبر هذا المنزلق، أقول جيدا الخطير. التونسي ليس من عادته هذه الاغتيالات. التونسي بشوش بطبعه، شعب طيب الأعراق، لم يسري الاغتيال في هذا جديد علينا عملية. نعم، الاغتيال جديد. ظواهر غريبة جدا لم نألفها. تونس ضاربة في القدم، ضاربة في التاريخ. هل تتذكرون في تاريخنا أن وقعت لنا مثل هذه الأحداث؟ شعبنا يستفيق، يبيت ويقوم على أحداث جديدة كل يوم، تفخيخ سيارة واغتيالات. نعم. وما نعرفش حسب تحبوا نمروا للتشخيص ونمروا للحلول وإلا نزيدوا. أنا تقريبا الأستاذ جاء بكل ما أروم أن أقوله، لكن لابد من حل اليوم، لابد من حل. وهكذا علاش أنا دعونا من التراشق. وهنا دعوة إلى كل الإخوة الحضور في المنابر، سواء في قناتكم التي الشكر موصول لها بطبيعة الحال لاستدعائها. هذا أقول لابد من التهدئة، والشعب
ليس له خاصة إلا القنوات المرئية. نعم. كله نشق الفتر ونجيو للتلفزيون هكا، ولا هذه عاداتنا تقريبا تجذرت فينا. بالتالي وقت اللي نحلوا قناة من القنوات، مش نلقاو. علاش تعودنا على التراشق بالتهم، انت بيك، انت عليك، انا بي، هذاك بي. ليس هذا الحل. اليوم نحن أعيد وأكرر في منزلق خطير جدا، وصيحة فزع أطلقها من هذا المنبر. يا ناس هيا نفيقوا اليوم، يزينا من التشتت، يزينا من التشرذم، هيا نعملوا حل لرواحنا يا رسول الله، لأنه القادم على ما أعتقد سيكون أكثر حسب ما أستشرف من هذه الأحداث التي تو احنا علمنا نكسناها 3 ولا 4 أيام التالي، اليوم نزيدوا نكسوه 3 أيام. شيء ولا متتالي. نعم. يعني نعم. في جرة نعم. بعضه. نعم. لهنا سؤال رفقا يطرح بهذا الشعب. نعم. رفقا بهذا الشعب يا أيها الساسة. نعم. يلزمنا حل، ما عادش يلزم الحل تو. نعم. لهنا سؤال يطرح نفسه أكثر، هو شكون نتهم في الحالة هذه؟ مثلا الإعلامي التونسي عادل زاروق يعتبر أنه المخابرات العسكرية الجزائرية هي اللي قامت بعملية شعامبي، ويظهر هذا من خلال طريقة الاغتيال والذبح اللي عملوها. أيضا الإعلامي الجزائري عثمان ليحاني قال أنه فما ونستناو شريط فيديو مصور لعملية التنكيل وعملية القتل، توعدك بيوم يهبطوا شريط هذايا، واتهم لهنا تنظيم القاعدة. صحيفة ليبراسيون فرنسية قالت انه كوموندوس جزائري جاء لتنفيذ العملية. لهنا شكون نتهموا؟ نبدا بيك لهنا سي علي، تفضل. شو باش الواحد يجاوب على السؤال هذا أصابع اتهام توجه حقيقة العديد. واضح. يلزم نفهموا شنو دور المؤسسة العسكرية اثناء الثورة. المؤسسة العسكرية كانت سامحني رمز اتهام دولة معنا كما الجزائر مش بالسهولة، ولذلك نعم لهنا ما تهمناش الجزائر حرفيا، فما تنظيمات يقولوا انها في الجزائر. ماذا بينا احنا العلاقات بالعكس تكون. نعم نرجع لك سي بشير المؤسسة اللي قاعدة صامدة اثناء الثورة واللي التف حولها الشعب واللي حماه الشعب هي المؤسسة العسكرية، وتفخرنا به. الناس الكل تفاخروا لبرا على المؤسسة العسكرية، وبالفعل وضحات من أجل الثورة وحماتها وصانتها، هذه حقيقة. ولذا في ظل الحراك الحالي تو والصراع كذا واصلت المؤسسة العسكرية على موقفها معناها الجمهوري، أنا أقول موقفها للصين. لكن الموقف هذا قد يقلق العديد من الأطراف أو الجهات الدولية ولا الإقليمية ولا حتى الوطنية، هذه حقيقة معناها. ولذا قضية المخابرات تونس مرتعة راي مخابرات من شرق وغرب وجنوب وشمال تونس ليها شاشة المؤسسة الأمنية. ما تنجمش تفصل الوضع هذا ولا الصرف الشعبي واللي قاعد يصير الوضع الأمني في البلاد. هش الوضع المؤسسة الأمنية مفرقة من بعضها من الثورة حتى جيتو، عاملين مجهود، ناس تعبة، وهذه فما أخطاء صارت من السلطة التنفيذية من وقت الغنوشي حتى الجاي. هذا جاي وزير فركها، نعم. خرج معناها لا استعلامات لا استخبارات، يعني لهنا الجهات اللي تقف بالطبيعة مش كل مش يحمل وراء العملية البشعة هذه تكون خارجية وعندها شكون يساعدها داخليا. منين بالضبط؟ الداخلي ولا خارجي لازم عندك استخبارات وعندك استعلامات قوية وتتابع. وللأسف بعض شعارات ترفعت بعد الثورة من ناس مراهقين في السياسة وسامحني وبوليس سياسي ومشاو خرجوا وفركوها المؤسسات، ورغم العديد وهذا حقوق زاد الناس الأمنيين صادوا في وقت الثورة. العديد من الأمنيين انت اللي يبدأ يحمي في بوسط ولا في مغازة عامة ولا في كذا ويجي يدافع على روحه معناه وبعد ترسلهم في الحبوسات وكذا، العديد منهم عندهم 200 واش. ولذا منكوبين الوضع الأمني، وهذاك علاش جات النقابات وعاملين مجهود لا بس به، لكن مش بالسهولة باش تتماسك. لا شكون اخي احنا راهو نظام بوليسي كنا تشبينا ننساو. الامن كان يحكم فيه بن علي وحده وراه يكذب عليك، لا مديرنا اللي يفهموه التقاطعات اللي فيه والاجهزه اللي فيه وما يعرفهم الا هو. تجي بعد الثوره وتجي تكمل تفركها. تتولى سامحني الوزير الاول الحالي كان وزير داخليه شد عام، زعما تمكن من الداخليه ومن اجهزه الداخليه. لا اعتقد لان ما هي السهله وزاره كما هذاك علاش يلزمها كفاءات وناس عندهم قدره كبيره وكعلاش. ولذا باش ترجعوا امن جمهوري مش بين عشت الوضع ياخذ وقتك.
حتى تتمكن منها. طبعا حتى نحكيو شوي آخر على لان الأمن علاش أيضاً نقول اللي لك في الامن تونس. خاطر مربوط. العسكر راهو في الحدود، العسكر في الشامبر، العسكر قاعد توا في حال طوارئ من وقت الثوره يعاون في الامن، عندهم عامين يعاون في الامن مش خارج دوره. السكنات. ولذا مش وظيفته. وظيفه الامن يخدم خدمته وهو يقوم بده. مش نفس الدور من اللي يقوم به الامن ما نجمش يقوم به العسكري راهو، ما نجمش. هذاك علاش معناها القضيه ولذا المؤسسه العسكريه نحبوها تقعد برمزيتها بحيادتها الا لتونس من اجل تونس. نعم. هذا بالنسبه للمؤسسه العسكريه. ولذا قضيه الاختراقات وقضيه المخابرات الاجنبيه موجوده، والفلوس كان سي بشير ما شاء الله، فما المباشر والمش مباشر ويضخوا في الاموال وكلها. حسب رايك منين بالضبط من من عدة الجهات اطراف الا ما تحبش الا ضد تونس، وما تحبش تونس تستقر، وما تحبش التجربه الديمقراطيه والانتقاليه ينجح في تونس. تخيش انا نشوف فيهم شنو انا قاعدين نشوفوا في البلدان الخليج كيفاش ولاو معناها مهيمنين، كل صراعهم ينقلوه لنا هنا. الصراع في بلدان الخليج يحاولوا فيه هنا، ولا قضيه اخوان وقضيه وهابيه وقضيه سلفيه وقضيه. عندنا احنا هنا في تونس يا سي بشير يبارك ناقشنا هالنقاشات هذه بكري. سامحني هنا تو ما نغلطوش في رواحنا لا، احنا إيه. التوانسه، كانه غريب. لا. مجتمع من المجتمعات سهل باش يدخل له اي تيار، وسهل باش يدخل له اي عصابه، وسهل باش إيه، هذا هو. ماناش احنا انسان خاص ولا معناها إيه. محصن من كل شيء. طبيعي انه المهم وضع سي بشير في اطار استثنائي. التنقلات والتحولات كما صحيح. قال الان بطبيعه الحال تدخل التيارات هذه وتدخل المخابرات وتدخل كل يبدا الامن الأنواع. متماسك يا سي بشير. لكن ما علينا كان السلطه هي المسؤوله. كل شيء نسبي هو سي بشير. يبدا الامن متماسك وعلى درايه. تو جبت انت موضوع الهام ياسر نتاع سوريا، الناس مشات بالالاف ولا قعدوا هنا وكذا واحد. هذا فما ناس الامن هو يحرص على الوضع الداخلي ويأمن معناها المسارات هذه. المهم ثم جمعيات هي اللي تبعت والسلطه ما حبش تتبع. نحكيو في المقاطعين السوري وقالوا جهاد. المسار الديمقراطي هو المستهدف والتجربه التونسيه، لان التوانسه قادرين باش ينجحوا في المسار هذا، وفي كل العقبات وفي كل ازمات كبيره خرج منها التوانسه خرجوا سلامات وقادرين وحدهم. وجديا نقولوا وحدهم بلاش ما يزيدون البر لا في الغرب لا حتى شيء. نعم. الكفاءة سواء في الانتخابات سواء في التشريعات سواء في كل المجالات، عندنا قدرات وطاقات في كل المجالات باش نأموا هالمسار هذا، سواء منه الاقتصادي والاجتماعي والامني الى غير ذلك. نعم. هذاك علاش يحاولوا معناها يقودونا في المطبات اخرى ومسالك اللي احنا واضح. سعلي شكرا ليك. نشوفوا راي الاستاذ فريد لهنا فيما يخص شكون هم الناس اللي يحبوا يستفيدوا من فشل الانتقال الديمقراطي في تونس، من فشل المسار نتاعنا ولا فشل اي حاجه تحب توصل لها تونس وتحقق عليها الثوره مثلا العربيه اللي بداتها تونس. شكون اللي وراها مذومه؟ ايادي خارجيه من طرف بالضبط، اوروبيه خليجيه مغاربيه؟ شنو نجم نقولوا لهنا فريد حسب رايك انت كمحامي؟ رأيي أنا شوف أنا كنحلل. نعم. نحلل الظواهر، نحللها من خلال وجودها اليوم ومن خلال تاريخيتها. عندما أتحدث عن مؤسسة الجيش فهناك رمزية لهذا الجيش. المس من الجيش هو مس من هيبة الدولة. هات نشوفوا التاريخ باش نستقراوا الأحداث، ثم في بعد نبدأ نفهم نفكوا هاي الخيوط هالشبكة العنكبوتية إن صح التعبير. نعم. الجيش كان مؤسسة عسكرية في وقت بورقيبة، كانت مش باش نقول مهمشة. بورقيبة كانت عنده خيارات واضحة بالنسبة لي. تسليح تونس يرى أنه التركيز على التربية على التعليم على كذا، كانت عنده أولويات. دولة فتية ناشئة. الجيش مش من أولويات بورقيبة، ما كانش من أولويات، ما هو كان خيار استراتيجي لبورقيبة، وأنه يعتبروا أنه أنا شخصيا أعتبر أنه نجح فيه إلى حد ما. الخيار اللي جاء بعد ما يسمى بالنظام اللي بعده، أنا ما نقولش نظام ديكتاتوري لأنه بن علي ما كانش نظام ديكتاتوري، كان نظام مافيو، نظام مافيا. لأنه نجم نحكي على نظام ديكتاتوري كما نظام صدام حسين، كان نظام وطني صحيح معناه ضد الديمقراطية، ومعناها كان معناه مخالف حقوق الإنسان، وكان لكن نظام وطني في نهاية الأمر، معناه ينهض ببلاده. نظام بن علي لا، كان نظام مافيا. أول ما عمل بن علي هو نتاج شنو؟ نتاج المؤسسة العسكرية، هو اللي قام بالانقلاب على بورقيبة. يعني كان عنده هاجس للمؤسسة الأمنية، المؤسسة العسكرية. باش نفهموا معناها اليوم علاش المؤسسة العسكرية اليوم. اش عملت 23 سنة للمؤسسة العسكرية؟
ننساو نحن التوانسه. المؤسسه العسكريه وقع تهميشها منذ تولي بن علي السلطه. هل انه راوا انه شنو اللي عمل بن علي للمؤسسه العسكريه؟ اول شيء قام به انه قضاء على القيادات الوطنيه في الجيش التونسي، قتلهم. وانه كلنا نتفكروا الحوادث المفتعله اللي خيرت الجيش نتاعنا وقعت. اكثر من هذا كان دائما عنده تمييز للمؤسسه الامنيه اللي كان ملتصقه به هو لتحميه هو ضد مؤسسه الجيش، لانه بالنسبه ليه كان عنده هاجس الجيش اللي كان منه هو ولده، هو ولد الجيش، ولانه كان خايف منه وبالتالي وقع تهميش الجيش. الجيش اليوم نلقاهم موجودين في الحدود، موجودين في اي مكان، لا عندهم انفراستركتور، لا عندهم عنها المعدات على المواد، لا عندهم على الاعتمادات، ما عندهم شيء الجيش. اكثر من هذا باش نقراو التاريخ. اليوم علاش نحكيو على الجيش، مؤسسه الجيش؟ لانه الجيش عند الثوره كان هو القاسم المشترك بين جميع التوانسه. المؤسسه الامنيه في وقت من الاوقات استهدفت، المحامين وقع استهدافهم، القضاء وقع استهدافه، كل شيء فيه نكته كحله كانت الا المؤسسه العسكريه. نتفكروا كلنا يا اخي، ننساو في ساعه، نتفكروا نهار 14 و13 نعم في الدور اللي قام به الجيش، في ايامات الجمر، في ايامات اللي صار فيها الانتقال، الناس تمشي تهز الماكله للجيش وتهز الورد للجيش، لانه كان يعتقدوا انه الجيش هو الضمان الوحيد لاستمرار الدوله، يجودي بيان الدوله، استمرار الدوله. اليوم ضرب المؤسسه العسكريه هو ضرب للدوله، ضرب المؤسسه العسكريه هو ضرب للدوله. اليوم وقتاش ضرب؟ شوف راهو الاحداث راهي ماهيش معزوله. هات نتفقوا اليوم مقتل شكري بالعيد، الشهيد شكري بالعيد، مقتل الشهيد محمد البراهمي. نعم. ثم فيما بعد، وهذه بكل خيوط لحد اليوم، هاو ثم ارهابيين وجماعه ارهابيه وانصار الشريعه وفلان جاء على موتور ومشى. لا انا راجع الكلام اللي قاله سي علي بن رمضان. تقول انت المؤسسه الامنيه كانت قويه في عهد بن علي، قويه كانت مؤسسه قويه، لكن الاشكال كانت تدافع عن النظام ولا تدافع عن الدوله. هنا المفارقه اللي لازمنا نفهموها. في وقت تتحدث على المراهقه السياسيه، ونحن في وقت من الاوقات قالت الناس نحن كنا ضحيه اعوان امن الدوله في وقت من الاوقات، لكن بعد الثوره ثم شكون نادي بامن الدوله قلنا لا ماهوش صحيح، راهو امن الدوله ما يلزمش تنحى. في اي بلاد في الدوله في العالم ما ثماش ما يمكنش نحيو جهاز امن الدوله، لا سيكوريتي دو ليتا، لان هذا العمل اللي كان يقوم به امن الدوله كان موجه للمواطنين نتاع الدوله، كان موجه للنقابيين، كان موجه للحقوقيين، كان موجه للسياسيين، ما كانش يقوم بدوره الحقيقي. جهاز امن الدوله ما كانش يقوم بدوره الحقيقي، كان يقمع في الناس، يقمع في التوانسه. من المفروض انه يكون عندنا جهاز قوي على مستوى الاستعلامات، مؤسسه عسكريه قويه تحمي الدوله، ليتا افيك ان غران او، ما يلزمها تحمي الدوله. الجهاز ما كانش يحمي، كان يحمي في النظام، هذا النظام يحمي في اشخاص معينين طبعا، لانه هناك تستنسخ نعم. الافكار. في وقت من الاوقات كما قال سعلي بن رمضان، غجوان الكلام اللي قال الناس بالحق في الثوره في الشعبويه والكلام، والناس الكل في التلافز، والناس الكل اللي عمره ما جاء، الناس الكل تحدث الغي الواحد، الغي هذا الغي ان نحيو جهاز امن الدوله. ايه اليوم شنو عندنا؟ تعرف اليوم انه المخابرات العالم الكل موجوده في تونس، الموساد يحوس في تونس، كل الاجهزه تحوس في تونس، لانه هناك لا باناليزاسيون دو فينومين دو سيكوريتي دو ليتا. ما عادش عندنا امن الدوله، راهو الامن نتاع الدوله اهم شيء. تقول لي انت مراقبه الهواتف ومراقبه كذا وكذا، يجب ان تتوجد الاشياء هذه، لكن من الهدف منها مش مراقبه الاحزاب السياسيه ومراقبه المواطنين في افكارهم، لا، مراقبه الخطر الداهم على الدوله. اليوم في يوم عيد الجيش نضربوا المؤسسه العسكريه، عندها دلاله اخرى. علاش عندها دلاله اخرى؟ شوف موقف الجيش من الثوره التونسيه في وقت من الاوقات، الناس كل كانت تستنى الجيش نعم. ياخذ السلطه، وقتاش الجيش ياخذ السلطه؟ الجيش بتاعنا كان جيش وطني يحمي فينا، وتفضلوا يا سياسيين احكموا. ديما هذا موقف الجيش. اليوم عندما صارت الازمه، وراهو شيء ما هو معزول، الانسان اللي يفهم الاحداث ويكون اجتماعي في ذهنه، ويقرا علم الاجتماع ويقرا الحوادث والظواهر ويحللها كما يجب، ليس هناك اي شيء معزول. اليوم الاحداث، مقتل شكري بالعيد، من بعده وقت قربت الاتفاقات حول مستأسسي وانهينا المرحله الانتقاليه في يوم عيد الجمهوريه. يوم عيد الجمهوريه عيد المؤسسات الوطنيه، عيد المؤسسات السياسيه، عيد السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه. اخي يقع اغتيال هذه المؤسسه، اغتيال الجمهوريه في يوم عيد الجمهوريه باغتيال الشهيد محمد البراهمي. كانت الناس الكل تستنى،
وكانت هناك دعوات للجيش للانقضاض على السلطة. الجيش بعد ذلك شنو كان موقفه؟ الجيش قال أنا أحمي الدولة وأحمي المواطنين وأحمي الحدود وتفضلوا يا سياسيين. دائما وأبدا هذا هو المسلسل، موقف الجيش، أي هذا هو الموقف. يضرب الجيش في نفس ذلك اليوم في عيد الجيش. اش نفهموا هنا واش نقراو؟ يعني اللي ضربوه على خاطر مواقفه، خاطر ما حبش يتدخل في الحياة السياسية في تونس، وهي اللي فتحت الربيع العربي. تونس قبل كانت مش مهتمين بها في الشأن السياسي لأنها ليست بلاد معناها متاع جوار حرب أو معناها خطوط حرب. كانت هناك لبنان، كانت هناك سوريا، كانت هناك مصر في الحدود مع إسرائيل، كانت هناك أطماع كبيرة. تونس كان بلد هذا دائما وأبدا، البلد هذا. البلد هذا هو اللي أعطاه درس للعالم الكل بانتفاضة وبثورة جميلة وبثورة فيها الحب فيها الياسمين. عملنا ثورة ما صارتش في الدنيا، ما صارتش في تاريخ تونس. أطماع الكلها ولت عليها. بعد تونس جات مصر كيما لونشينمون كيما السلسله. بعد مصر جات معناها جات اليمن وجات ليبيا. تونس اصبحت مركز ولا فيها الاطماع. هالبلد هذه نقراو الظواهر فيها. من اين انطلقت هذه الثوره الجميله اللي ربما مش تمس الامبرياليه وتمس الاطماع الكبيره وتمس السياسات الكبيره وتمس الموساد وغيره 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 وغيره. هذا معناها ما يسمى بالغطاء الخارجي. لكن هنا إذا باش نحكيو هذه هي الظواهر، نفهموها بالشكل هذا، نفهموا الظواهر. ثم شنو الحاجات اللي هيئت باش هالظواهر هذه تلقى نتاج نتاعها. هنا نرجعوا للشأن الداخلي، نرجعوا هنا للسلطة ونرجع للمعارضة، لأنه راهو المسؤولية يتحملها الناس الكل السياسيين. أنا أعطيك اليوم السلطة اليوم اش قامت؟ أنا أعتبر أن السلطة ما وصلتش باش تأمن اليوم أمن البلاد. ونقولها ونعاودها، السلطة اليوم الموجودة معناها ما وصلتش باش تأمن. في المقابل ايش نلقاو؟ يوم استشهاد محمد البراهمي بعد ساعة الناس تعرف باش تنادي مازلنا ما ترحمناش على محمد البراهمي، إلغاء السلطة ونجي أنا بديل، هاي حكومة إنقاذ وطني وأنا راني باش نولي عليكم سلطة. إذا السلطة والمعارضة بالنسبة لي هم طلاب وسلطة لليوم. السلطة طلاب سلطة والمعارضة طلاب سلطة، وبالتالي فإنه إذا كونوا بالشكل هذايا سلطة ومعارضة، إذا تكون عندهم لانتونسيون هذه ما ثماش معناها نية صافية سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف. والخاسر في هذا الكل شكونه؟ الخاسر هو الشعب التونسي. الشعب التونسي هو الخاسر. باش نفهموا اليوم شنو اللي قاعد يصير، هالضربة هذه يكون تقول لي أنت خيارات المخابرات الجزائرية. أول حاجة كما قال سي بشير منذ حين، راهو اتهام بلد مجاور، راهو ماهوش سهل في عرف الدبلوماسية وفي عرف السياسة. إنسان ما يتكلم ويرمي التهم بالشكل هذايا وإنسان يكون مسؤول، مش معناه كلام تاع شوارع ولا كلام تاع قهاوي. في القهوة تنجم تقولوا الكلام هذاك، في الشارع تنجم تقولوا درشة وكذا، لكن على مستوى ناس مؤسسة، على مستوى ناس تتحمل مسؤوليتها السياسية، ما يلزمنيش نرميو تهمة مباشرة. وإن كان الخيارات كلها محلولة. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه الطريقة التي تم بها اغتيال أبنائنا والتنكيل بهم صارت موجودة في مع المخابرات الجزائرية. صارت مانيش بمعنى هذا نقول راهو المخابرات الجزائرية هي تقوم بالأعمال هذه، لا، ما نوجهش التهمة. لكن هنا دعوة إلى أنه كل معنى لي بيست كلها مفتوحة اليوم. نجم تكون قاعدة كيما تنجم تكون هذا، كيما ينجم يكون هذا، كيما ينجم يكون. لكن انا نفهم، انا مهمتي ماهيش هذا، مهمتي علاش وصلنا لهكا. علاش وصلنا لهكا؟ لانه عندما نتحدث عن هشاشه الوضع السياسي اليوم في تونس، عن هشاشه اليوم كنا نتمناو انه نلقاو خطاب اكثر من هذا، كما كان يقول معناها زميلي منذ حين. كنت نتصور انه باش نغفل على الاقل ناجلوا الخلافات نتاعنا. ناس موتى البارح وباقي في البلاتوات السياسيين رؤساء الاحزاب، تو حكومه انقاذ وطني، حكومه جبهه واحد، ما حد ما لقى، ما مشيناش للحل. يا ولدي يزيونا يا اخي، تحبوا تحكمونا بالسيف بالشكل اللي تحبوهم انتم. انا نقول حاجه، باش يجي وقت وجايين على قريب أن الشعب التونسي سينتفض على السلطة وعلى المعارضة، سينتفض على السلطة وعلى المعارضة في آن واحد. نعم، شكرا ليك. إذن باش معنا عبر الهاتف زميلتنا ومراسلتنا مباشرة من منزل الشهيد ياسين الهشري مبعوثتنا ليلى زواوي تحديدا من منطقة التلة في ولاية بنزرت الجنوبية. ليلى مرحبا بك. نعم مروة، مرحبا بك. احنا الان متواجدين على عين المكان في منزل شهيد من شهداء تونس الاحرار
اللي تم التوكيل بهم وقتلهم في أحداث الشعب السيد ياسين الهشرية اللي الآن وصل جثمانه إلى مسجد أين يقطن في مكان في منطقة بالشاطر من ولاية بنزرت. الحالة لا يمكن لي أن أعبر عليها بكلمات مروة. حزن كبير، أسف كبير على كيفية تقتيل شهداء وجنود تونس الأحرار الأبرار. جميع العائلة، جميع الناس توافدوا الآن إلى منزل الشهيد، وسيتم دفن الشهيد بعد قليل بعد صلاة العصر في مقبرة على مقربة من منزل الشهيد بالشاطر. نعم ليلى، بحذيك شي حد من العائلة؟ مروة، الآن وصل الجثمان، يمكن بصعوبة كبيرة تحصل على نعم نظرا لحالة الأسى ليلى لو تسمح. والحزن الشديد. يمكن بعد قليل مروة عندما يوصل بجانبي انت تعرف معناها حتى توا وين وصل الجثمان. دونك نعم. أول ما يبدأ بحذي واحد من أفراد الشهيد أعيد الاتصال بك مروة. نعم ليلى لو تسمح كان توصف لنا الحالة غادي الوضعية اللي يعيشوا عليها نعرفوا الألم نتاع الشهيد وعائلة الشهيد. نعم. والعائلة نتاعو. تفضل. نعم. لو كان تسمح تحاول تقرب لنا أكثر المشهد غادي ليلى، شنو قاعد يصير بالضبط؟ وصول الجثمان شنو الآخر؟ لحظة. نعم ليلى إذا كان تسمع فيا ما نعرفش اذا كان. نعم ليلى اذا كنت تعاود من فضلك تزيد تقرب لنا اكثر الصوره في بيت الشهيد ياسين الهشري في منطقه بالشاطر تحديدا من بنزرت الجنوبيه. نعم حزن كما كنت نحكي لك، واسف واسى شديد على روح الفقيد الشهيد ياسين الهشري. نعم. الان يصل جثمان الشهيد الآن في هذه اللحظة عن طريق سيارة عسكرية. نعم نعم ليلى شكرا ليك. إذا نزيد ناخذك بعد شوية إذا كان فما أكثر تفاصيل. نعم إذا زميلتنا ليلى إزواوي مراسلتنا مبعوثتنا مباشرة من منطقة التلبي بالشاطر من بنزرت الجنوبية أين يقطن الشهيد ياسين الهشري ووصول جثمان الشهيد. تقعد ليلى دائما على الخط، إذا كان فما جديد تنجم تدخل ليلى في. أرجع لك سي بشير لهنا كيف ما كان يحكي الأستاذ فيما يخص ضرب المؤسسة العسكرية، ضرب الأمنية هذه للمؤسسة العسكرية والهدف منها هو ضرب الدولة. تفضل سي بشير. قبل ذلك احنا الآن في وضع كما يقال لا يحسد عليه بالنسبة للبلاد التونسية، حكومة ومعارضة يعني تونس الكل والشعب التونسي. لا شك أن نتقدم بالتعازي إلى أهالي الضحايا وأهالي الشهداء، سواء كان محمد البراهمي ولا شكري بالعيد، شهداء وإلى الجنود الذين حتى الجنود حتى قبلهم معناها قامت عليهم الألغام. نعم. وقتلوا أيضا جنود في الروحية وفي بير علي بن خليفة زاد ما ننسوهمش. نجم نقولوا نعملنا حداد صحيح، لكن الصحيح هذا شيء عاطفي وشيء وطني يقع بطبيعة الحال في أي بلد وقعت وتعرضت إلى مثل هذه المصايب. الآن السؤال هو كيف يقع إصلاح الأوضاع، وكيف يقع التصدي، وكيف يقع تأمين البلاد التونسية بمن فيها. نعم. من هذا الإرهاب الأعمى الذي يقتل وينكل وإلى غير ذلك. نعم، خاصة وأنه سامحني لو تسمح سي بشير لهنا وزارة الدفاع تحذر من عملية إرهابية أكبر بعد سرقة أزياء وأسلحة نتاع الجنود. الله يخليك خليني نتكلم شوي سامحني. نعم مش نعطيك الوقت تتكلم حتى زلتي محمد ليدي عنده الفرصة أيضا باش يتكلم. طيب يعني الآن احنا كمواطنين كقوى
منظمات المجتمع المدني، أحزاب وشخصيات وحقوقيين ماناش عارفين بالضبط علاش يحصل هذا وعلاش ما تصداش السلطة، ما تصدتش لمثل هذه الظواهر من زمان، عندهم عامين توا. هذا اللي نحبوا نفهموه، ما تقعدش الأمور غامضة، لأن نحن في حيرة، نحن في غموض. قولوا لنا شنو يا سيدي، إذا كان خلي نتجندوا الكل سبحان الله. يعني تفاصيل هنا غير واضحة اللي عطاوها هنا وقدموها من قبل، يعني كان وزارة الدفاع ولا معناها هالجرائم الكل، هالإرهاب الكل، العملية الأولى والشهيد الأول والشهيد الثاني والثالث والجنود، يعني الوضع هذا وجبل الشعابي وجبل الآخر، وترى شنو يعطونا. الحكومة مسؤولة على أمرين أو ثلاثة، مسؤولة أنها لم تكن في المستوى المطلوب. نعم. لم تحمي أمن البلاد والعباد. نعم. هذا لا شك فيه. نعم. لو تسمح سي بشير لم تتصدى إلى الإرهاب. نعم سي بشير، لو تسمح أقل ما يمكن النقطة الثانية ونرجعوا نكملوا فيها، خاطر معنا عبر الهاتف سي محمد بن ثابت باش يعطينا. ليه خاطر الأمر هذا مستعجل، باش يعطينا وصف لجنازة شهيد ياسين الهيشري. نعم تفضل سي محمد، عفوا لو تسمح سي محمد، إذا كان تسمع فيا مرحبا بك. إذا باهي نرجع لك سي بشير، تفضل تواصل النقطة الثانية نتاعك، تفضل. احنا قبل كل شيء توضيح، وين التوضيح للناس؟ وين التوضيح للقوى الحية اللي ممكن تدعم العملية، تقف مع الجيش، تقف مع الأمن؟ كيف يمكن إصلاح؟ يظهر اللي مثل ما قال الزملاء معناها الأمن في إشكالية، لأنه بعثر معناها في الأحداث ولم يقع إصلاحه. أصبح الأمن حتى من الناحية الأمنية، يقول لك أنا حتى نحفظ الأمن ونعمل، أصبح خايف لأني ممكن أن يزج به في السجن من أجل أني قمت به كذا وكذا، ولا ما خايف، ما عادش يحب. كان مطلوب أن يقع تأسيس الأمن الجمهوري بقانون وحماية للأمنيين. زاد أيضا إصلاح أوضاع الجيش. سبحان الله، إصلاح أوضاعها. شنو مخصوص الجيش هذا؟ علاش ما يقومش بهالمهمه ويقضي على الارهاب في جبل الشعب؟ التليفون احذر معنا سي محمد، تو نرجع لك سي بشير ايضا تكمل الفكره نتاعك وتوضحها. سي محمد بن ثابت مباشره من بنزرت باش يقدم لنا فكره على وصول جثمان الشهيد ياسين الهيشري في ولايه بنزرت. سي محمد مرحبا. مرحبا بك. نعم تفضل. منذ قليل جاء وصل جثمان الشهيد ياسين الهيشري الى مقر سكناهم بمنطقه التله ببنزرت. شافته استقبلته العائله وترحموا عليه جميع الحضور، ثم طوحنا بسد نقله الى مقبره الزواوده اي مدينه تيزيتا الرومانيه القديمه لدفنه. الجو مليء بالحزن والحسره والالم، لانه نعتبره كل جندي تونسي تاج فوق رؤوسنا، وانه يد الغدر اللي مست جندي تونسي في الحقيقه مست كل المجتمع التونسي، ولا بد من التنديد بها والوقوف جيش وشعب جنبا الى جنب لمواجهه الارهاب في تونس. حقيقه الحاله الوضع مؤلم جدا. انه والد الشهيد لا عائله له سوى ابنه، اليوم يستقبلوا جثمان هامد مستشهد في سبيل الوطن، في سبيل عزه تونس ومجدها، ونحن كسياسيين في البلاد لازلنا نتصارع من أجل الكراسي. وهذا مثل آخر يضرب جنود تونس البواسل لكل أطياف المجتمع السياسي، أن التونسي هو من ينقذ الذات، والشهيد ياسين الهيشري وزملاء الشهداء ضربوا مثل كبير في نكران الذات. من أجل تونس وحماية تراب تونس وشعب تونس. أنا متألم جدا ومتحسر جدا وتحت وطأة صدمة ولوعة كبيرة جدا. نعم سي محمد، لو تسمح تقول لنا شكون من بين، إذا كان فما شخصيات وطنية ولا حتى شخصيات سياسية ولا أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ولاية بنزرت حضروا الجنازة؟ لم نشاهد إلى حد الآن. غير السيد ولي بنزرت اللي حقيقة مرابط بالمكان منذ مدة طويلة. لم نشاهد نواب المجلس التأسيسي، لم نشاهد الزعماء السياسيين، ولم نشاهد أحد من أصحاب الصراع السياسي في تونس. نعم. وكأن الجيش التونسي لا يعني السياسيين. نعم، هذه فكرة. مدينة بنزرت معروفة مدينة الشهداء
وهذا شهيد آخر يزف لتونس من ولاية منزلت. نعم، إذا شكرا في لك. جبل الشعمبي. نعم، شكرا لك سي محمد بن ثابت من بنزارة مباشرة من منزل الشهيد ياسين الهجري. قدمنا فكرة على الحالة غاديك ومقربة خروج الجنازة لدفن الجثمان ودفن الشهيد سي ياسين الهجري. ربي يرحمه ويرحم كافة شهداء الوطن. سي بشير لهنا نرجع لك ساعة قاسي تعليق. قلت منذ حين كون الإحساس الوطني والعاطفة الوطنية نعم. متوفرة وموجودة في الشعب التونسي. كل ما وقع ضيم على مواطن أو شخصية من الشخصيات أو وقع اغتيال جنود إلى غير ذلك يهب الشعب التونسي للتعازي وللتضامن، ولكن في الحقيقة نعزوا ونحسوا ونحيوا الجيش التونسي ونحيوا قوات الأمن، ولكن الصحيح يلزم الصحيح اللي باش نركزوا عليه هذا مفروغ منه. اللي باش نركزوا عليه كيف يقع إصلاح الوضعية. الإشكالية كيف يقع الإصلاح، لأنه ثابت الآن هناك إخلالات وهناك ثغرات كبيرة وخطيرة تهدد البلاد، ولذلك لابد من إصلاح أوضاع الجيش ولا بد من إصلاح أوضاع الأمن. لكن هذا لا يفهم إلا إذا كان السلطة الحاكمة بالنظام المؤقت سواء كان رئاسة أو حكومة أو مجلس تأسيسي يعطينا الأسباب والسلبيات. شنو الأسباب اللي خلت الآن، شنو الأسباب مثلا ما وقعش التصدي لكل هذه الجرائم. أنا ما نطلبش فقط والله أشكون قتل شكري بالعيد وشكون اغتاله وشكون اغتال محمد البراهمي، لا نقول يلزمك تحمي أنت قبل ما، مش معناها لا هاني لقيتهم، حتى كان لقيتهم راهو هذا أمر عمل نسميه عمل روتيني، لأنك كان حقك قبل ما تقع الجريمة أنك تحمي المواطنين وتحمي شخصيات معناها سياسية. أنا سامحني كيف يجيني تليفون اليوم من جهة معينة في الخارج يقول لي رد بالك ايش تحبني نعمل اليوم من مؤسسة من منظمة معناها مهنية من منظمة محاماة، ايش تحبني نعم. أنا كتونسي ولا كشخصية نعم. سياسية ايش تحبني نعمل. معنى هذا المسلسل متوقع أن يستمر. سامحني ايش قاعدين يعملوا الأمن والشو اسمه الحكومة بقدر ما يلزم توفير الحماية للأمن وأعطيه حقوقه وأعمل له قانون يحميه، فهمت؟ في نفس الوقت يلزم هو يقوم بواجباته. نعم. لأن المسألة ما هيش لعب ولت حياة أو موت بالنسبة لتونس. هذا اللي يلزم نفهموه. راهو نعاود نقول على النخب السياسية والحقوقية وكل سواء كان اللي في الحكومة ولا في المعارضة ولا حتى ناس مستقلين ولا شخصيات يلزم يفهموا راهو الإرهاب راهو متحد. الإرهاب راهو ما هوش كان في تونس، يلزم تنسيق مع قوى أخرى ومع دول أخرى. ما يكفيش. راهو عندنا أولاد يمشوا يقاتلوا، كيف يرجعوا باش يعملوا هذوما؟ نعم. ما هم نفسهم هذو هم اللي يمشوا لسوريا ويمشوا للبلدان أخرى ويمشوا لمالي ويمشوا هذو هم راه هم بيديهم. هذا معناه اخطبوط منظم بكل أسف، معناها عملياته هي نفسها معناها متواجد في. يلزم توفير الجهود من القوى الرسمية والقوى المعارضة وكل الوطنيين، لكن حتى تكون المدخل صحيح والبداية في التصدي ونظام خطة معناها هي توضح لنا الحكومة نعم أشني الأسباب وشني السلبيات وعلاش ما استطاعش الجيش وقوات الأمن باش يقضي نعم. على هالسيناريو وعلى هالمسلسل، وخاصة معناها تقتل معناها جنودنا يقتلوا واحد تلو الآخر وبالمجموعة، واحنا ما زلنا فهمت نقعدوا نبكوا نهار كل ما يصحش. واضح فيما يخص قوات الامن لهنا نقابه الامن الجمهوري في اجتماع عليها قبيلي شويه قالت انه عدم دستره الامن الجمهوري هو سبب في الاحداث الخطيره في شعامبي. ايضا سي وليد زاروق عن نقابه الامن الجمهوري قدم قائمه فيها اسماء من اتهمهم بالتورط في احداث العنف والارهاب الاخيره من خلال التعاطي مباشره مع حركه نهضه وحجب معلومات عن المؤسسه العسكريه وافشال حتى اعمال خلايا التحقيق، من بينهم نلقاو
بعض الاسماء كيف طاهر بوحريري، فتحي البلدي، عبد الكريم العبيدي، اسامه بوثلجه وغيرهم من الاسماء لهنا شنو راهو فما نقابه الامن اللي الامن الجمهوري تحب دساره الامن الجمهوري سي محمد لادي، كيفاش تراو انتم للحفاظ على المؤسسه الامنيه اذا كان الجيش ولا الامن بصفه عامه ويحافظوا هما بطبيعتهم على امن تونس وامن البلاد؟ أستاذي بشير طرح سؤال حائر، قال كيفاش تحبني أنا نطمن على روحي وتجيني؟ الجواب سيدي الفاضل بسيط جدا، لا أمن في دولة ليس لها استخبارات. نعم. والضربات المتالية هذه كونوا على يقين أنها فيها أيادي خارجية ووقعت بضعف وعدم وجود استخبارات في وطننا الحبيب. وايدي داخليه اكيد. نعم. بالتنسيق مع الايادي الداخليه، هذا مؤكد. احنا ما جاوناش من الخارج وعملوا الضربات هذه. في عدم الفشل اللي مهناش قوات تحمي ينور وتستكشف. شخصيات معروفه تتصل بواحد ومعروف ومن خلال هواتفها ومن خلال كذا كل اشهر التالي طرحت الاشكال هذا، ناس تتصل بالسفارات ولا من وجد كذا وقعدت التوا تحوس وتدور وحتى واحد دون ليتا دو باش لامبونيتي. نكمل فكرتي. نعم كما قال اخي الفاضل، قال كان قبل عندنا البوليس السياسي، وصحيح يعطيك الصحة في الفكرة، كان يحمي وكان يشوف شكون يصلي الفجر حاضر ويشوف اليسار وين يجتمعوا، ما كانش عنده وظيفة لحماية خارجية. مش الحماية الخارجية نعم. إنما الاستخبارات الداخلية بين المواطنين. لماذا؟ سؤال يطرح نفسه هنا، لأن بن علي كان محمي خارجيا، كانت فما ناس مسلطاته وناس حطاته وناس تحميله في مصالحه من الخارج، استخبارات خارجية تحميه خارجيا وداخليا. هذا ما ننكروش، هذا واقع. نعم جابوه. نعم هذا واقع، وكلكم تعرفوا اللي مكتب الاتصال الإسرائيلي كان موجود في تونس، هذا ما ينكره حتى حد. يعني حقيقة ملموسة عشناها في أيام الجمر. دوبا ما وقعت الثورة المجيدة كان علينا لزاما أن نفكر في استخبارات. تصوروا بالله عليكم لو أنه كانت عندنا استخبارات. ما نعرفش، أنا نطرح سؤال سي بشير حسب رأيك أنت، كانت توقع مثل هذه الضربات؟ هذه راهو اختراق لمنظومة أمنية، منظومة عسكرية بأيادي كما قال سيدي الفاضل، أيادي داخلية متحدة مع أيادي خارجية، هذا ما نختلفوش فيه. نعم، يعني تويك لهنا الحل للنهوض بالمنظومة يعني هذه وحماية لأن حبك هو عودة الاستخبارات. سامحيني بارك فيك، لأن حبك هذه الوقائع أغرب من الخيال، نعطيك من سؤال نطرحه توا حسب ما سمعت أنا في قناة إذاعية اليوم، الضربة الأولى يعني برشاش على 8 راكبين وجاهم الدعم سيارة أخرى، يعني ناس تخدم في النهار والليل مش هنا، يعني أمور عادية. ونحاولوا محوايجهم ويخدموا بسلاح وزادوا ناكلوا بالجثث نتاعهم بهالسرعة هذه نستخدم. يعني كاين ناس يخدم، كاين أنا نخدم في داري في عقلي إيطاب بار إيطاب نمر ماخذين الوقت نتاعهم اللازم. نعود دائما لكلمة الاستخبارات، لأنه لا مجال لحماية دولة ما في ظل غياب استخبارات عصرية متطورة. وشوفوا أنا نعطيك مثال بسيط، شوفوا في واقعة بوسطن الأخيرة، في ظرف ساعات تعرف شكون وقتاش دخل للولايات المتحدة الأمريكية. أين نحن من هذا؟ سؤال يطرح نفسه، أين نحن من هذا؟ رغم أنه الأمر ما هوش عسير، ما تتصوروش حاجة كبيرة ياسر، هنا متطورين، احنا كانت تليفوناتنا كل مراقبة، وكانت يعرفوني أنا وين سهرت ويعرفوا فلان وين سهر، عدنا يعني المنظومة موجودة بطبيعتها، فقط تفعيلها لحماية الوطن. المنظومة الداخلية موجودة أما الأخرى مفقودة وربما زادت. المنظومة الأخرى سي بشير يلزمها سياسة، يلزمها تغيير كلي. يا أخي شوف سامحني بربي نص دقيقة. الأساس لا كلمتين بالأساس هذا الكل ما عندوش معنى إذا ما تعرفش الأسباب. لذلك يا أخي عندك سلطة عندها عامين، ما تعرفش هذا سبحان الله، ما تدبرش الأمر، ما تشوفش الخلل وين، مش معقول راهو، مش معقول. يعني استهانة كبرى، يعني مسؤولية كبرى معناها شو.
معناها أنت حكومة وعلى أنك منتخب وعلى أنك كذا، ما تعرفش الأسباب. هذا وين الخلل في أجهزتك الأمنية وفي مراقبتك، وشكون يدخل وشكون يخرج ويغتال الأول والثاني وإحنا ماشيين في المسلسل، وتو بعد نقولوا لا على خاطر ما ثماش أمن دولة. نقطة أخيرة، أنا اللي يهمني هي السلطة ما عرفتش كيفاش تدبر أمرها. هنا موطن الخطر، تعمل مخابرات أمن دولة، تعمل كيفاش تنظم الأمن، هذا كل هي المسؤولية عليه. مسؤولية الجميع راس الشيء. شنو مسؤولية الجميع؟ لا سامحني. بين لك كيفاش خليني أنا نقول لك لا، وبعد بين لي. أنا كيف ما تعطينيش الدولة ولا الحكومة حتى شيء ايش تحبني نعمل؟ قولي الخلل تو انا نجدك، تو انا نتظاهر، تو انا نحب نمشي نقاتل اما انت ما تعطي حد شيء. كل الامور لاباس وكل الامور كذا وما تفري حد شيء، ماهيش لاباس. عندما نجد بعض القنوات اليوم سي بشير نتفرجوا فيها في النهار والخايله، برا امشيوا العصيان المدني، برا امشيوا اهجموا على الولايات، برا هجموا على المقريات المعتمديات، يعني فما الاعلام عنده دور. دقيقه بالله وقت نلقاو دقيقه في وضح النهار يوميا دعوه الى التقاتل، دعوة إلى أنه نهدموا، إلى أنه نحرقوا. الأمن ايش يعمل؟ باش يمشي الأمن يولي يحمي في المواطنين اللي دوره أنه يحمي المنشآت المؤسسات. الجيش السوديغرات في اللي يكون يحمي الحدود نتاعنا يولي يدخل 80% من الجيش نتاعنا سي بشير يحمي في الولايات ويحمي في المعتمديات ويحمي في المحاكم ويحمي في السبيطارات. الجيش هذا الجيش اللي مهمته هي حماية معناها محيط الدولة، حماية معناها الحدود نتاعنا، ولا يخدم في 24 ساعة و22 ساعة الجيش. لأنه الناس اللي قاعدين اليوم الساسة لا أستثني أحدا سي بشير، لا أستثني أحدا، هذا وهذا اليوم وقت كما قلت لك وشيء خطير قاعدين نشوفوا فيه اليوم، ناس قاعدة تنظر العنف بين جميع الأطراف. أنا اليوم أنا نستغرب وقت نلقى قنوات اليوم 24 ساعة تبدل تلفزة. شوف سي بشير بدل تلفزة، ناس تدعو إلى التقاتل، ندعو إلى الثلج، ندعو إلى احتلال الولايات. دقيقة عايشك، احتلال الولايات واحتلال المعتمديات معناه وبرا نمشيو وكسروا واعملوا واحرقوا واعملوا كذا وكذا. شنو الكلام هذا؟ قاعدين نتفرجوا فيه اليوم. دقيقة عايشك باش قاعدين نتفرجوا فيه. الأمن قداش منه؟ الأمن قداش منه؟ تقول لي سبب شكون هذا ولا هذا؟ يا سيدي نمشي معاك، نحمل مسؤولية للحكومة ونحملها للمعارضة، لكن هل أنه هذا تحميل المسؤولية يبرر اللي قاعد نشوفه فيه اليوم من دعوة إلى التقاتل، من دعوة إلى قسم شعبنا معناه إلى قسمين، إلى أنه تلفزة اليوم 24 ساعة قاعد تعدي، برا مشيوا اهجموا، برا مشيوا اقتلوا، برا مشيوا اهجموا على الولايات، برا هجموا على المعتمديات، برا ادخلوا لهذا. الامن ايش يعمل سي بشير؟ الامن انه مهمته حمايه، ما عادش باش يحمي المنشآت، باش يولي يشوف الناس اللي باش تجي تتظاهر وباش تسرق وباش تهدم وباش تكسر. قلت لك ومن بعدكش الجيش باش يولي تما الكل خيط مربوط ببعضه والسلسله مربوطه ببعضها. الجيش ما عادش مهمته. اذا في الشعاب اليوم عندنا 80% من القوه نتاع الجيش نحميو بها في مقرات في الحيوط اللي المفروض أن يحميها الشعب، وأنه أنا وأنت وغيره وغيره نحميوها، يولي الجيش نهار كامل دبابات نتاعنا والإشارة نتاعنا واقفين قدام المعتمدية هذه، قدام الولاية هذه، قدام المستشفى هذه، قدام المحكمة هذه، باش معناها الكل تحكي لي على الشعابي. لو كان هذا الكل جات مأمنة من طرف الحكومة والمعارضة والشعب، الجيش وين يمشي سي بشير؟ الجيش ما تصعبش عليه اليوم، ما تصعبش عليه الشعابي. لو كان نسخروا ونعطيه للجيش دعم الشعابي ما يجراش فينا هذا. نعم تنرجع لك سي بشير. مش هذا المبرر. انا ما قلتش مبرر، لكن هذا معطى واقعي، هذا معطى واقعي عايشين. مشوا يغتالوا هذا، وغتالوا الشهيد محمد ابراهيمي ولا اغتالوا. وانت تعرف شكون اغتالوا الشهيد؟ محمد ابراهيمي تعرف شكون اغتالوا الشهيد؟ وشكون اللي يدي وراه؟ سامحني، مش المواطنين اللي يتجمعوا هم شو يغتالوا. تعرف انت اليوم وانا اللي نقول لك التظاهر اللي يقع والاعتصام احيانا لأن السلطة فشلت، ما حققت حتى شيء. عندهم الحق باش يعتصموا سلميا وعندهم الحق باش يطالبوا، ما ثماش حتى شيء. أنت العاجز يا حكومة. باش نحرقوا الولايات؟ لا مش عندنا الحق باش نحرقوا أنا قلت لك سلميا. عندنا الحق باش نحرقوا المعامل. اسمعني، هذا اللي قاعد نشوفوا فيه اليوم. أنا قلت لك سلميا، لأنك أنت كسلطة كنظام مؤقت مادام عجزت، لا حققت الأمن، لا حققت مكاسب الوعود نتاع الشعب. تو وينها اللي يحكوا ثوره؟ انا ما راش قاعد ثوره في تونس،
معناش لا ثم ربيع عربي. هذا ربيع عربي تو في الاغتيالات وفي الواحد اللي وقع في ليبيا واللي وقع في سوريا واللي وقع هنا في تونس. انا ربيع عربي فيه نقرا في الثوره الفرنسيه ما وقفت على ساقيها كان بعد 50 سنه و60 سنه. ارجع الادبيات، ارجع الادبيات اليوم نتاع الكتاب الفرنسيين. بعد الثوره الاولى والثوره الثانيه شوف انا ناكد لك لا قدر الله لو كان تستمر الحاله هذه تونس ما تصبرش حتى عامين ولا ثلاثه. نرجع للحادثه نقرا الحادثه البشعه هذه اللي كيفش النظام كل شيء ممكن. هي المسؤوله السلطه لازم نكمل طبعا اول وحده مسؤوله، المعارضه مسؤوله ونحن مسؤولين. لو تسمح عندها بعض المسؤوليات لكن في الدرجه الاولى مسؤوليه السلطه. المسؤوليه على شكون تلقى بالضبط؟ ما هو جاي غاضب هذاك لانه اغتيال، لانه ما عطوش حقه، لانه لو تسمح خلينا نعطيو الكلمه لسعلي يحكي معنا شويه. المسؤوليه لهنا على شكون تلقى بالضبط؟ على الامن، على الجيش، على الحكومه، على المعارضه، على الاعلام اللي يمكن حسب سي فريد عنده ايضا بعض الادوار. شو المسؤوليه فيها عده اطراف مسؤوله. اول حاجه نحب نقول على الشعبي. نعم. الجيش معناه المشكل كبير في الشعب. الشعبي راهو جبال، سلسله جبليه. انا مش عسكري، على الاقل نعرف ولد فلاح، نعرف الغابات. نعم. راهو يتنقلوا على ساقيهم، معناها الجبل تمشي على الصغر، لا تحسب عندهم موتورات غادي وكذا، ولا عندهم جيب ولا لوندروفر بسيري دوز ولا كذا. مش معقول. معناها العمليه المره اللي فاتت صار لغم بحذا الارسال الاذاعي. هذيك احسن ثنيه غادي. ثم الحادثه نتاع البارح يقولوا قريبه للارسال الاذاعي، كارثه كان خلطوا الغادي. ايش معناها؟ معناها مش مامن معناها الجبال. اخي الجيش ما عندوش زوز هليكوبترات باش يمشي يمشطوا على ساقيه ولا على لاندروفر ولا على راهم يجيش. وينهم ما فماش عندنا زوز ديزهليكوبتر ثلاثه يا سيدي نمشي نكريهم حتى على لا كيفاش هم ثمانية كلهم يهاجموا عليهم ما يمشيوش. خلينا نكمل توا الامور هذه طياره بدون طيار تبعث تتصور. ما عندناش احنا اكر يا اخوي تعمل اتفاق مع شقيق الجزائر برا يمشي كرين زوز ثلاثه طيارات بدون طياره تمشي تصور لك المنطقه وتعطيك. كيفاش قاعدين في الجبل انت توا قداش وما تعرفش هذينا كيش قاعدين يتنقلوا. وحتى رسم الخرائط لازم يقوم بدور كبير. هذه تجي بالامكانيات وهذه من الاولويات باش هذا عندهم هم اكيد. ولذا هذه المشكلة. هذه المشكلة. شو ما فهمتيش هليكوبتر كل نهار تطلع وتهبط وتمشي تعمل دور وتسخرها وترجع تعطيك التادليو غاديك. شنو يعني طالع يمشط و 18 غادي ويدور ويطلع وانت تطلع. يا اخي لعبة هي تعس على حطابة انت ناس تحطب في الواحد ولا يعملوا شي حريقة ولا كذا. راك تعس على ارهابيين ناس محترفه. نعم. ناس كذا يتنقلوا بسرعه كبيره وفاق التدريب. هذا بقى خلينا نكمل. نعم عندنا انشوده قصيره خلينا نعطيوها هذه نهديوها الى روح الشهداء وايضا الجرحى نتاع الوطن نتاعنا وطننا تونس الحبيبه. نشوفوا مع بعضنا الانشوده القصيره هذه والاغنيه هذه ومن بعد نرجعوا نكملوا معكم في البلاتو سبيسيال هذه.
إذا تحية لكافة العاملين بالجيش الوطني لشهداء الوطن، أيضا يضحوا برواحهم. اليوم في البلاتو سبيسيال هذا نعاود نذكر اللي يحضر معنا سي علي بن رمضان أمين عام حزب العمل التونسي، وأيضا أستاذ فريد نصري محامي وعضو الهيئة العليا لحقوق الإنسان، سي بشير سيد رئيس حركة مرابيتون، وأيضا سي محمد الهادي العوني القيادي وعضو مكتب تنفيذي للحزب النور للديمقراطية والتنمية. مباشرة احنا باش نمشيو توا إلى ولاية بنزرت تحديدا مع زميلتنا ومبعوثتنا ليلى إزواوي هناك من مقبرة إذواودة اللي وين باش يتم فيها دفن الشهيد ياسين الهيشري. ليلى مرحبا بك مرة أخرى. نعم مروة، الآن نحن متواجدون في مقبرة تلة من منطقة بالشاطر من ولاية بنزرت الآن بصدد دفن المرحوم الشهيد ياسين الهيشري. وعلى ما يبدو مروة فإن الشهيد ياسين الهيشري كبقية الزملاء الذي وقع التنكيل بهم، وللأسف وقع ذبحه والتنكيل بجثته. لذلك فإن جثمان الشهيد لم يبقى كثير من الوقت في المنزل، ولم حتى تشاهده لا أمه ولا إخوته. نعم واضح، شكرا لك. إذا ليلى مراسلة مباشرة من بنزرت على تفاصيل هذه. الخط مفتوح ليك دائما ليلى، كل ما يبدا فما جديد. شكرا ليك. نرجعوا البلاتو نتاعنا نواصلوا مرة أخرى. رحمة الله على شهداء الوطن، ربي يرحمهم اللي كانوا فداء للوطن نتاعنا. سعلي لهنا فيما يخص الجيش الوطني كنت تحكي إنه فما نقص في الإمكانيات نتاعهم، فما نقص في التجهيزات. النقص هذا وقتاش باش يتم الالتفات ليه، وقتاش باش يتم أيضا الالتفات للمواطن التونسي بصفة عامة، وتكون الحكومة والمعارضة على نفس الكلمة. تفضل. وهذا اسمعني، هذا الخطأ الكبير اللي طحنا فيه احنا في المسار الانتقالي. نعم. هذا الخطأ القاتل اللي خلانا الوضع هذا، لأن المفروض مباشرة بعد الانتخابات نشوفوا أولوياتنا ونرتبوا الأولويات. احنا مشينا نجرى وهكذا ننقز على السلطة وهكذا مشى قررني نعارض. هذا الخطأ القاتل. المسار التأسيس الانتقالي يجي بالوفاق. كان من المفروض من نهار يا سيدي نقعدوا حول الطاولة ونتفقوا ووفاق أولوياتنا. الأولويات هي الأمن والأمن والتشغيل والتنمية. هذا ما صارش. كل واحد ولا يحب ليه ويات، كل واحد يجبد من غادي وكذا، ولا انفلات اجتماعي ولا انفلات كبير في المستويات الكل. وهنا نعيو بالأولويات ونسينا الأمن ونسينا الجيش اللي هو بالفعل كانت تفاجأنا الكل. كنا نتكلموا على 120,000 ولا أكثر ولا 200,000 الجيش. الأمن ظهروا أقل بكثير. الجيش كنا نصور طلعوا 40,000. ثم تشوف في الأمن معناها أولاد صغار يدربوا فيهم 6 شهور ومسيبينهم في الساحات وبظروف صعيبة يخدموا. الجيش كيف نعم. هذين الليليت، هذا من أحسن، هذا مشاو من تونس نخبة. نعم. هذا من نخبة مشاو لشعبي. لكن اللي كانوا قبل راهم زاد ما عندهمش حتى تجربة كبيرة، معناها مشكلة كبيرة. ولذا يلزم تدريب، يلزمهم إمكانيات، يلزمهم ولذا المشكل هو سياسي بامتياز. هو سياسي بامتياز، لأن هذا الملفات هذه يلزم الناس تطلع عليها. نجي أنا أخوي نتحمل مسؤوليتي يا حكومة، ما عنديش إمكانيات في كذا وكذا، ستوب. راي عندي العجز الكبير والظروف الصعبة، البلاد تمر بصعبة، عيط الأحزاب وسكر عليهم في بيت سكروي. هاي ظروفنا الأمنية، هاي ظروف جيشنا، ها وكذا. يلزم نخدموا مع بعضنا، يلزم نحميوا بلادنا، وهاي الأولويات نتاعنا. اما ساكت من غادي صح اتفاق وتلاقي بالقطع هذا والقطع هذا ونقزوا من بلاصه لبلاصه. هذا الاشكال اللي دخلت فيه البلاد، هذا الاشكال الكبير. توا بعد عامين نرجعوا للجيش اللي مازال في ظروف صعبه، والامن اللي هو في ظروف هشه، ولا هو كذا. في كل القطاعات. كان من النهار الاول جينا واتفقنا، قلنا هذا دوسي 1 2 3، رانا هاديين وراه وكذا، وما فماش هالانفلات هذا وهالصراخ هذا وهالمزايدات هذه واحنا فيها تو. وهنا كذلك، وهنا زاد الاعلام يقوم دوره. تو الاعلام ما شاء الله شايخ حريات وكذا، لكن ما يكفيش، لان المفروض مش نوريكم ما شاء الله عليكم كلكم خارجين من ليزانسيتي وكذا، لكن فما اختصاصات، فما اختصاص في كل المجالات. نسمع في قناتك النهار والحق ما عجبني الموقف، الدفاع قريب يقول له جايب الناطق الرسمي وصار الدفاع، ايه وش تعملوا؟ وش باش تعدوا؟ وشنو الخطوه اللي جايه؟ تو معقول هذا؟ تو هذا يصير؟ هذا يلز الراجل والاخر يا ودي يجي يعطيه بيان وندا ودور. نعم. الجيش امن البلاد
تتعاملش معاه بالشكل هذا. قريب يقول له والواحد اش فيها ارتيسانيتي شنو وشنو ناويين تبرمجوا للمره الجايه. هذا هكا من البنات نتعاملوا معاه بالشكل هذا ما يصيرش. ولذا كل الملفات زاد الإعلام اللي يقوم بدور كبير ضروري يحضروا ملفاتهم بالباهي ولو التكوين اللازم الاختصاصات باش المهم نحميو البلاد نتاعنا. اذا باش نعديو احنا لكم الساده المشاهدين نعاودوا نشوفوا في بعض الصور والفيديو لجثث الشهداء بتاعنا البارح من طرف زملائنا عطاونا في الوطنيه الاولى. الصور الحصريه نتاعهم ترجع للوطنيه الاولى، نشوفوا الجنود كيفاش تم قتلهم والتنكيل بالجثث نتاعهم من مستشفى الجاسمين. الصور توصلنا، نشوفوا الصور بعد نرجع. أن بعضا من عناصر الجيش تم ذبحهم بعد قتلهم. إثر ذلك شهد محيط المستشفى الجهوي بالقصرين تجمع أعداد كبيرة من المواطنين الذين توافدوا عليه. وسجل خلال التجمهر بمحيط المستشفى رشق بالحجارة لأعوان الأمن الذين تواجدوا بكثافة أمام المستشفى وفرضوا طوقا عليه من مداخله الرئيسية. إذا للأسف صور مؤلمة جدا وموقف مؤثر جدا. صور هذه وصلت نعاود ذكر مرة أخرى من القناة الوطنية الأولى من قسم الأخبار. ذكر اللي يحضر معنا اليوم كل سي من علي بن رمضان أمين عام حزب العمل التونسي، وأيضا الأستاذ فريد نصري محامي وعضو الهيئة العليا لحقوق الإنسان، وسي بشير السيد رئيس حركة مرابطون وعميد سابق للمحامين. ويحضر معنا أيضا اليوم استضفنا سي نجيب بن علي شاعر. مرحبا بك سي نجيب، شنو تقول لشهداء الوطن؟ تفضل. أنا عندي قصيدة تمرد، هي رثائية لشكري بالعيد والبراهمي. نعم. ورثائية للوطن الجريح، هذا رثائية للجنود اللي ماتوا ودعم للاعتصام السلمي في باردو. تمرد هنا واعتصم واختبر صبر أم أتاها المخاض الفجاءة ليلا، تعلم معاني الرجولة من صبر أم ولا تخشى عند المخاض المنية. تمرد وسر في الجنائز مثل العساكر حي الشهيد، بيمناك واحمل بيسراك نعشه ولتخلع النعل، بعض المقابر قدس من القدس تستلهم الملحمية. تمرد فبنت الشهيد ستنجب يوما حفيدا، هي الآن بالحزن سكرى ترشرش بالدمع كفن الشهيد، وما بين دمع ودمع تزغرد كعصفورة يثقب القيد من رأسها العظم أمست تغرد، لهذا الفقيد لذاك الوليد يسير الهوينة على درب هذا الطريق المعبد. نعم. تمرد بصدرك واجعله واقي رصاص يفتت قلب الرصاص، لتذرو روحه هذه الرياح العتية. نعم، شكرا لك سي نجيب. للأسف الوقت ما عناش ونعتذر خاطر ما كملتش قراءة القصيدة ذي نتاعك، لكن الوقت مش يكفينا. سي نجيب لهنا شنو هي قراءتك، شنو رايك كمثقف كشاعر في اللي قاعد يصير في البلاد؟ أنا كمثقف وكمبدع تونسي كنت البارح في الاعتصام
وأدعو كل الفنانين وكل أطياف الشعب التونسي أنهم ينضموا للاعتصام السلمي. الوضع في تونس خطير ويستوجب من كل الأطراف أنها تحث قدر ما يمكن الأطراف السياسية الكل على التغيير السلمي والحقيقي، لأنه المجلس التأسيسي والحكومة أثبتوا فشلهم الكبير، ويلزم برشا حاجات تتغير في تونس في إطار خارطة طريق عاجلة واستعجالية قدر ما يمكن، حتى ننقذوا البلاد من المشاهد المؤلمة اللي كنا نتفرجوا فيها. نعم، للأسف نعود نترحموا مرة أخرى الشهداء هنا شهداء الوطن الأبرار. نرجع لك سي بشير، كيفاش توا ترى أنه طريقة الجمع بين الحكومة والمعارضة والخروج من هذا المأزق في تونس؟ نعرفوا إذا كان باش يتواصل هكا شيء يكون عنده تأثير على الاقتصاد الوطني متاعنا. شوف، أنا أعتقد اللي المسار من الأول كان مخطئ وكان غلط بالنسبة للاثنين. نعم، بالنسبة للجهتين في التقييم وفي التعامل بينهما. أولا بالدرجة الأولى دائما في جميع الحكومات وحتى في البلدان الديمقراطية السلطة الحاكمة هي المسؤولة على تسيير البلاد، وهي المسؤولة على الفشل أو النجاح، ما فيش حتى شك ولا اختلاف. مسألة التوافق وما التوافق راهو مبالغ فيها، ويصعب معناها في أي بلاد بأن تتفق الحكومة الحاكمة مع المعارضة اللي معناها هي في المعارضة. نعم، لكن في الحدث هذا والحادثة الأخيرة هذه ما تخليهمش يوصلوا. هذا غلط، أنا أقول لك في رأيي أنا غلط. نعم، البرامج ما يعدها إلا الحكومة اللي تحكم والناس اللي نجحت في انتخابات وهي مسؤولة. أما بالنسبة للمعارضة حتى عندما تعمل برامج راهي تصورات تقريبية، لأنها ما عندهاش إحصائيات، ما عندهاش الإدارة. نهاراش اللي يجي البرنامج الصحيح الكتلة اللي تنجح أو الجهة اللي تنجح هي التي تعمل برامج للبلاد وهي اللي تنفذها وهي المسؤولة على تنفيذها. المعارضة من حقها باش تنتقد لكن بدون أن تعطل. نعم، لكن الإدارة تقعد مستمرة في العمل بدون تعطيل. بدون تعطيل. سامحني خليني نكمل الصورة اللي في ذهني. نعم، تفضل. اللي حصل لا المعارضة فهمت دورها ولا السلطة فهمت دورها. من أهم الأسباب اللي فشلت السلطة الحاكمة هي أنها خرجت عن صلاحياتها وخرجت عن مهامها، وأصبحت معناها باش تجيب التنمية وباش تجيب التشغيل وماش تجيب الصناعة وماش تجيب، في حين أن دورها تصريف الأعمال وإعداد الدستور فقط. هذه هي، ولا تقعد في الشعب وما تحقق حتى شيء. بطبيعة الحال كثر معناها انتظر وبعد بدا يثور، بدا معناها الاحتقان، بدا صار كأن السلطة تقعد وتخلف وعدها، وهذا طبعا عنده تأثير كبير. هذا اللي ضيع المجلس التأسيسي، وهذا اللي ضيع منها الحكومة. بطبيعة الحال توا أنا نقول أي واحد مستعد باش نتحداه نقول له قول لي أشنو الكسب اللي حققته السلطة الحالية ولا النظام الوقت. ما ثم حد شيء، لا دستور تحط، لا أمن تحفظ، لا التشغيل اللي يدعوه حفظ، حتى شيء موقع. هذا بطبيعة الحال يحدث غضب، يحدث معناها حتى اكتئاب. يا أخي الشعب فد من المعارضة ومن السلطة، لأنه تو كان نشوفوا التجاذبات الإعلامية، تجاذبات في البلاتوات في التلفزات وإلا في الجرائد وما يقوله السياسيين كلهم اللي في الحكم وغير الحكم، وخاصة الحركات اللي تعتبر روحها حركات عملاقة وفي المقدمة وعندها السباب والشتائم بينهما. هذاك سي بشير معناها ما تلقاش توا في البلاتوات مثلا التلفزية حديث عن كيفاش نحلوا مشكلة التشغيل ولو برنامج تدريجي، تلقاش كيفاش نحلوا التنمية الجهوية ولو بتصور تدريجي، تلقاش كيف نحلوا المسألة الأمنية، كيفاش ننظموا الأمن الجمهوري ويصدر فيه معناها قانون، كيفاش نصلحوا أوضاع الجيش اللي هو ما استطاعش معناها يحمي البلاد.
هذا الكل موجود، هذا به هذا عليه، هذا يسب في هذا، هذا يعمل. هذه هي الكارثة اللي دخلت معناها البلاد في مأزق خطير. معناها الحكومة نتاع حكومة سي حمادي جبالي مشت في النسق هذا. قلنا ما بالكش حكومة سي علي العرايري تو تجي وتلم أمرها وتصلح أمرها وتنزل فقط عن النقطتين هذه. هو تصريف الأعمال هو مهمة خطيرة من الأمن. تصريف الأعمال أنت حتى تصريف الأعمال ما نجمتوش، ما حققتوش. هذه هي المشاكل، بحيث تو الشعب راهو ما يبحثش على يكون نظام جمهوري ولا يكون نظام ترى شنو، ولا أعطيه معناها منافعه هو اللي قام من أجلها التحرك. أنا نقول تحرك، فهمت؟ طالب بالشغل، طالب بالخبزة، طالب بالكرامة، هذه كلها ما توفر منها حتى شيء. والآن أصبح ناقم على الحكومة وعلى الأحزاب ولا يعمل الديمقراطية الشعبية. رجعنا سامحني، رجعنا العهد اليوناني، الديمقراطية الشعبية. سي بشير اللي وقع في مصر واللي وقع في تونس هي ديمقراطية. كلامك الصواب. بالنسبة للوفاق في ظرف قائم عادي صحيح راهو ما يتمش، عندك حق، لكن في ظرف انتقالي ممكن. كلام فارغ. لا، في ظرف انتقالي. كيفاش احنا باش نعملوا دستور؟ علاش باش نعملوا مؤسسات يا سي بشير؟ ما فماش معارض وما فماش سلطه. قلت لك من الاول انا توا صحيح كلامك صحيح توا، لان مشينا في القازق هذا الغلط. اما كي يبدا في فتره انتقاليه متفقين احنا في عام باش نعملوا دستور، هذا نحكي ونتفقوا كما قلت لك في الاولويات. في الدستور عندنا القضاء، ايش قلت لك أنا؟ الدستور والقضاء والاعلام والامن. هذه برك اسمعني، عندك 3 ملفات الاربعه وبس. صحيح التنميه هذاك يجي بعد متفقين. سي بشير باش نختموا معاش الوقت باش نحلوا باب للنقاش. نقول لك الاعتصام بشوي، الاعتصام معك يلزم اعتصام سلمي. في المقابل يلزمك تمد يدك للتفاوض. اكيد لا مش نعتصم ونصرخ غادي وهذاك هو ونطيح وبعد لا نعتصم. نعبر على الراي وفي المقابل ما خاطر بعد كارثه الاخر باش يولي زايد اكثر منك 10 مرات. نعم سي علي، اذا يلزم اتصال نعم وخريطه الطريق والتوافق عليها. سي علي الوقت يضغط فينا للاسف. استاذ نجيب ايضا للاسف الوقت يضغط فينا. رؤيه حزب العمل التونسي لهنا للخروج يمكن من الازمه هذه شنية ختاما؟ احنا هو العنصر الجديد توا الفاجعه الكارثه هذه نتاع الجيش متفقين عليها ولا؟ على الاقل يا خويا نتفقوا في الواحد. خلينا ناخذ مهله نجي نجندوا ونراو كيفاش ننهضوا بالملف نتاع الامن ونتاع الجيش. حياتنا كلهم مهده وبلادنا مهده بالانهيار في ضر الارهاب هذا. وهذا شيء لازم توفر له الظروف الملائمه. ما تنجمش تعمل هذا ما فماش ظروف ملائمه. احنا في حزب العمل التونسي عملنا بمبادره واتصلوا بالعديد من الاحزاب اللي تتقاسم معنا نفس التوجهات ونفس كذا الاحزاب الوسطيه. في عندنا برنامج كامل وان شاء الله نعلنوا عليها في القريب العاجل، وهي تنطلق باش نرجعوا للتوافق الحقيقي، مش التوافق بين الترويكا. التوافق بين الترويكا ومنبع حتى من الترويكا ما باش توافق، واحد طالع واحد هابط وبيدهم. ولذا توافق حقيقي في بعد حل الحكومه وحكومه كفاءات معناها تقدموا فيها، والملفات نتاع حياد الاداره وحياد وحياد المساجد ودعم المنظومه الامن وتدعيم الامن والعديد من النقاط وارده فيها. وان شاء الله تكون معناها مدخل باش نوفقوا بين ذا وذاك، بين الاقصى منا واقصى والتجاذبات لقد ما نقطعوش الخيط، ما نقطعوش بلادنا باهيه ونحافظوا عليها إن شاء الله ونحاولوا ان شاء الله. استاذ فريد لهنا فيما يخص اذا كان عندك موقف معين من الكلام اللي كانوا يحكيوا فيه الضيوف نتاعنا، واذا كانوا حسب رايك انت شنو هو التصور ولا الاقتراحات اللي تقدمها للخروج من الازمه هذه، خاصه بعد حادثه اشعاعي والاحداث. تم الازمه كيفاش والخروج منها كيفاش؟ نعم. ازمه كانت منذ الانطلاق، كان هناك تمشي خاطئ. مشينا للانتخابات، وقع انتخاب المجلس التأسيسي، وقع تحديد بسنة، كان يمكن يكون أجل كافي، ولكن التمشي اللي مشاو به أجل ماهوش كافي، لأنه المجلس التأسيسي فرق بين المجلس التأسيسي وهو الاستحقاق الانتخابي الوحيد من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية، بينما الحكومة لا. المجلس التأسيسي يكون المهام كان من المفروض انه يقتصر عمل. راهو المشكل ان المجلس التأسيسي قاعدين يخدموا في 13 ساعه و14 ساعه وكذا، لكن ما همش فاهمين ايش قاعدين يخدموا، لانه خذاوا اكثر من طاقتهم، ما خذاوش العمل اللي لازم يقوم به. كان من المفروض ونحن في فتره انتقاليه انه ينحيوا كل شيء ويتهاوا كان بالدستور. نعم. في ذات الوقت
انبثاق الحكومة عن المجلس التأسيسي ماهوش في حالة عادية. لسنا في حكومة برلمانية تنبثق عن مجلس تشريعي، نحن في إطار مجلس تأسيسي يؤسس معناها نظام جديد ويؤسس. مفروض أن الحكومة لا تكون حكومة من الفائزين في الانتخابات فقط، كيما مشينا في التوافق في الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي اللي كانت من الأول. كان من المفروض أن الحكومة أول حكومة تكون على شاكلة الاتفاق، نورطوا الناس الكل، كل اللي نجحوا كل اللي ما نجحوش في الانتخابات. راهو اللي نجح في الانتخابات في المجلس التأسيسي ما نجحش في الحكومة، واللي ما نجحش في الانتخابات له الحق في أن يحكم في ذات الوقت. المعارضة عندها الحق باش تحكم ومش منا نحن. شقع عنا منذ الانطلاق الحكومة شدت كل شيء بديها وتتصرف على أنها حكومة منتخبة، أو هو ماهيش حكومة منتخبة من الناحية القانونية. المعارضة من نهار الأول جات حتى تروحها في معارضة معناها أكاديمية بمفهوم الأكاديمي العلم السياسي الأكاديمي. نحن خسرنا في الانتخابات باش نشكل يا ولدي لا. المفروض أنه الناس الكل تتورط في الحكم، ونقول تتورط في الحكم. علاش نقول تتورط في الحكم؟ لأنه فترة صعيبة، فترة ما بعد الانتقال تكون صعبة على الناس الكل. كان من المفروض، وهذا نقول من الأخطاء الاستراتيجية اللي قاموا بها هذم وهذم، لأنه كيما ننقلوا التوافق اللي كان في الهيئة العليا ننقلوه للحكومة. المجلس التأسيسي يخدم ويختزل وقته في أسرع وقت، وتكون حكومة تصريف أعمال مكونة من كل الأطياف السياسية. حتى الناس ما نجحتش، الأحزاب السياسية ما نجحتش في الانتخابات، مفروض أنها تكون موجودة في موقع القرار في حكومة تصريف أعمال. نحن ما مشيناش في هذا. لا الناس اللي حكمت فهمت ايش تعمل، شوفوا الاقتراحات خاطر الوقت، ولا الناس اللي شكلت نفسها معارضة. ايش وقعنا اليوم؟ وقعنا اليوم أنه في حكومة هشة، حكومة ضعيفة منذ الانطلاق. ونحن نعرف هناك مبدأ ديما الأيدي المرتعشة لا تصنع التاريخ. كيفاش نخرج اليوم؟ نحن اليوم عندنا أزمة. شوف الحكومة تقترح في أنها تواصل في العمل، وهذا ما يمشيش ومش باش يقدم. والمعارضة تقترح نفسها كبديل باش هي تحكم. الأول ماهوش باش يمشي، لأنه أثبت فشل نتاعك وقفت اليوم. حتى كان ما فشلتش، الناس قالت لك فشلت. اليوم هناك أزمة سياسية وقفت، يلزمك تغير. والمعارضة تقول تقترح نفسها كبديل للحكم. هات نعمل اليوم حكومة انقاذ وطني ونحكمك انا دقيقة برا نحكمك انا. كيفاش باش تحكمني انت كنت برا؟ انت اليوم باش تشوف الوزارات الموجودة وتكتشف عليها وتحط وزارات جديدة من عندك، انت يلزمك على الاقل 3-4 شهور باش تفهم الوزارات كيفاش بتخدم. نحن اليوم مفروض انه كل شيء يتم في 2 في 3 على اقصى تقدير. المفروض انه اليوم يقع حكومة تصريف اعمال تتورط الناس الكل في الحكم. نعم. حكومة ومعاذة، الناس اللي قاعدة تحت حيط وتشكل في حكومات، والناس اللي قاعدة في القصر الحكومة وقاعدة في الرئاسة وتشكل في حكومات. ثم يقع اختزال عمل المجلس التأسيسي بالتعاون مع لجنة خبراء لإتمام الدستور في شهر لازم الأمر أو 15 يوم، ونمر مباشرة تعيين موعد انتخاب والناس الكل ونعمل حكومة تصريف أعمال متشكلة من هذا وهذا ونقدموا لبلادنا لأنه باش نبينوا أنه نحبوا بلادنا ما نحبوش. شكرا لك. إذا شكرا لك. إذا سي فريد نصري محامي وعضو الهيئة العليا لحقوق الإنسان، نشكر كل أيضا من سي بشير السيد رئيس حركة مرابطون وعميد سابق للمحامين. سي الشاعر بحثنا اليوم استضفناه سي نجيب بن علي، شكرا لك على الحضور. أيضا سي علي بن رمضان أمين عام حزب العمل التونسي، شكرا لكم الكل على الحضور في هذا الموعد الاستثنائي. إذا باش نختموا اليوم بأسامي الشهداء، لو تسمح خذيت الوقت الكافي سي بشير، شكرا لك على التدخل. إذا نختموا اليوم بأسامي الشهداء والقائمة، ولا يقولوا لي إذا الوقت للأسف ما عادش عندنا برشا وقت. شكرا لكم إذا ومتابعة طيبة.